اشهر 4 طرق لدفن ابداع فريقك من غير ما تحس. جاوب بصراحه، حاسس ان فريقك مبدع ولا بتحس ان الافكار بقت شبه بعض، نسخ باهته من بعضها؟ استنى بقى، لان في 4 طرق اكيده ممكن تقتل بيها ابداع فريقك من غير ما تحس، وصدقني اغلبنا بيعملهم من غير ما ياخد باله. انا علاء عبد العاطي، وده مش تنظير، دي الاداره تحت الميكروسكوب. الطريقه الاولى الاجتماعات العقيمه. كلنا بنحب نجتمع، بس خلينا نكون صرحاء، لو الاجتماعات دي كانت بتولد افكار عظيمه كان اي مجلس اداره هيبقى مصنع ابداع. كل اجتماع بلا هدف واضح او اجنده محدده او قرار بيطلع منه هو في الحقيقه مقبره للافكار. ليه؟ لان الفريق اللي طول الوقت قاعد على الترابيزه بيسمع نفس الكلام، بيحل نفس المشاكل، بيناقش نفس التفاصيل، مش هيفكر بره الصندوق ابدا. ازاي نصلح ده؟ خلي كل اجتماع ليه سبب واضح. ابدا بجوله سريعه للافكار الجديده قبل ما تتكلم عن المشاكل، وركز ان كل اجتماع يخرج بقرارات محدده، مش مجرد شويه ملاحظات على ورق ملوش لازمه. نروح للطريقه الثانيه، قتل الحريه تحت سقف التعليمات. طبعا كلنا عايزين نضمن ان الشغل يطلع زي ما احنا عاوزين، بس لو التعليمات كانت اشبه بشروط الاستخدام بتاعت شركه اتصالات محدش هيبدع. الابداع محتاج مساحه يجرب فيها، يغلط فيها، ويتعلم منها. تخيل لو كانوا منعوا توماس اديسون انه يجرب اكتر من 1000 مره لغايه ما يطلع لمبه تنور العالم. طب ازاي نصلح ده؟ خلي الاهداف واضحه، لكن ادي للفريق حريه طريقه تنفيذها. ادفعهم انهم يجربوا حلول مجنونه حتى لو مش منطقيه، وافتكر دايما ان الخطا مش نهايه العالم، هو مجرد خطوه في طريق النجاح. نخش بقى على الطريقه الثالثه، سقف الخطا. في شركات كتير الغلط ممنوع، وكل واحد لازم يشتغل زي ما هو مكتوب في الكتالوج بالظبط، وده بيخلي اي فكره جديده تموت قبل ما تتولد. بس الحقيقه ان اي فريق مبتكر بيحتاج مساحه للخطا، حاجه كده زي سقف خطا معلن. يعني لو الفريق حس ان عنده فرصه يغلط ويتعلم هيجرب اسرع وهيوصل لنتائج احسن. ازاي نصلح ده؟ شجع الافكار المجنونه، اعمل جلسات عصف ذهني بدون حكم على الافكار اللي بتطرح، وحاول تطبق قاعده ان الغلط هو جزء من العمليه الابداعيه. بس خلي بالك، الفرق بين الطريقه دي والطريقه اللي جايه ان دي بتموت الفكره قبل ما تتولد، لكن اللي جايه بتموتها بعد ما تتولد. الطريقه الرابعه انتظار الكمال. في ناس بتحب تطلع الشغل بيرفكت من اول محاوله، بس الحقيقه ان ده شبه مستحيل وبيعطل كل حاجه. لو كنت بتستنى كل التفاصيل تبقى كامله قبل ما تبدا، فانت كده بتقتل كل فرصه ان الفكره تشوف النور. ازاي نصلح ده؟ جرب بروتايب اللي هو النموذج الاولي السريع، وابدا بالتجربه بدل الانتظار للابد. لو حسيت انك بتعمل واحده من الطرق دي اكتب حصل في الكومنتات. وفي النهايه، غياب الابداع مش لعنه سماويه، هو نتاج عادات اداريه ممكن نكسرها بخطوات بسيطه. ابدا بكسر الروتين، وشجع على الحريه، وافتح سقف الخطا، وخلي الفريق دايما في حاله تجربه. لو عجبتك الحلقه دوس لايك واعمل شير وابعته لمديرك اللي كل يوم يعمل اجتماع بلا هدف. وتفتكر بقى، هتقدر تكسر الروتين ولا هتفضل زي ما انت؟